النهاردة هنعرف في ناس كتير بتقول كلام غريب بعد البنج كأنه بيفصل المخ من الكهرباء خالص. ولما بيبدأ يفوق كل جزء في المخ بيرجع يشتغل لوحده وبسرعة مختلفة. يعني ممكن لسانك يشتغل قبل ما دماغك تستوعب الكلام اللي طالع. الكلام اللي بيطلع أول ما المريض بيفوق يدينا فكرة عن حالة المخ إنه شغال صح، مراكز الكلام رجع. يعني مش لازم نقلق لما نلاقي نفسنا بنهزر أو بنقول كلام غريب بعد العملية. وبالعكس لو ما لقيناش أي ردة فعل بنقلق أكتر. يعني الكلام الغريب أو الهزار ده مش عيب. طيب أنت أكيد دلوقتي بتفكر إنك لو قلت كلام غريب أو قلت حاجة مش مفهومة أو لو حد سمعك أنت بتقول الكلام ده. الحقيقة ما تقلقش خالص، الكلام ده بيكون مش منطقي ومش واعي. ودكاترة التخدير أخدين عهد إن خصوصيتك في كل شيء. المخ بعد البنج بيكون زي الكمبيوتر لسه بيعمل ريستارت، فأول ما تبدأ تفوق المراكز في المخ ترجع تشتغل بسرعات مختلفة. يعني مركز الكلام ممكن يشتغل بمركز في إطارة الكلام، بتقول اللي بيجي على بالك من غير ما تفكر. وده اسمه emergency delirium. وبيحصل بسبب إن البنج بيأثر على مناطق معينة في المخ زي الفرونتال لوب المسؤول عن التفكير المنطقي والتصرفات. ساعات كمان بيحصل خلل مؤقت في كيمياء الدماغ، فتضحك وتعيط وتحكي أسرارك وكل ده وأنت مش واعي. وده بيروح في كام ساعة بس. في النهاية لو قلت كلام غريب بعد البنج متقلقش، ده طبيعي. الناس اللي حواليك فاهمين كده كويس. خليك فاكر إن جسمك بيشتغل بكل طاقته عشان يرجعك لحالتك الطبيعية. لو حصل معاك موقف زي ده احكي لنا عنه في الكومنتات. وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.